بتحية الإسلام والإيمان تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح الخير. نحن من فرقة صوت الجنة سنقدم لكم كلاما جماعيا تحت الموضوع الشهور الميلادية. شين ها را شهر جمعه شهور. تتكون شهور الميلادية من 12 شهرا. يا صديقاتي نعم. ما هي شهور الميلادية؟ الشهور الميلادية هي الشهور التي تستخدم في التقويم الميلادي، وهو التقويم الأكثر استخداما في العالم اليوم. يا صديقاتي، ما مثال الشهور الميلادية؟ عرفت محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. لماذا تضحكون؟ هذه أسماء الشهور الهجرية وليس الشهور الميلادية. أسماء الشهور الميلادية هي يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. آسفة جدا. هذا شهر يناير. يا أيرا، متى ميلادك؟ ميلادي في 2 من يناير عام 2013. واو، ما شاء الله. ميلادك في شهر يناير وعمرك زاد. هيا نغني سنة حلوة يا أيرا، سنة حلوة يا أيرا، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا أيرا. سمح الله لك بطول العمر وسعة الرزق. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. الآية 7. تعلمنا هذه آية أن نشكر الله على كل أمر يمنحنا إياه من الآية. يعتبر الأم من نعم الله العظيمة، فكل يوم يعيشه الإنسان فرصة للتقرب إلى الله وعمل صالح. هذا شهر مايو، يرحل بيوم المعلم في 13 من شهر مايو. يا حناني، ما أعمالك؟ أعمالي أن أكون معلمة. ما شاء الله، أمالك كريم. لماذا تريدين أن تكوني معلمة؟ أريد هدايا من الطلاب. واو، ما شاء الله، ما أكثر الهدايا. لا، احتفال بيوم المعلم مهم لأنه تقدير لجهود المعلم. إن الاحتفال بيوم المعلم ليس مجرد فعالية سنوية، بل هو تقدير مستحق لأولئك الذين يكرسون حياتهم لصياغة مستقبل الأمة. يا صديقاتي، انظرنا هناك. أي نعم. هناك حفل الاحتفال بيوم المعلم.
نحن مدرس مالكيون نقر ونتعهد أن نربي ونشد طلب بلادنا وطالبتها لجلالة مالك نقدم ولاء مبادئ دولتنا دليل حياتنا كلنا. قال الله تعالى في سورة المجادلة: بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. الآية 11. في هذه آية يوضح الله أن علماء لهم مكانة رفيعة والمعلمون جزء من هذه البيئة لأنهم ينقلون علما وينشرونه. هذا شهر أغسطس يوم الاستقلال في شهر أغسطس. يا عشيقة كم تاريخ يوم الاستقلال؟ يوم الاستقلال في 31 من أغسطس عام 1957 ميلادية. ما شاء الله، أنت ممتازة. أبو الاستقلال في ماليزيا هو تنكو عبد الرحمن putra الحج. كان أول رئيس لوزراء ماليزيا. استقلال 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 في 31 من أغسطس 57. استقلال استقلال يبقى استقلال، يجب أن يكون تاريخا. يجب الاحتفال بيوم الاستقلال إلى تكريم نضال المناهل ووزن روح وطنية. تلعب الشهور الميلادية دورا هاما في حياة البشر لتنظيم الجداول وإدارة الوقت بشكل أكثر نظاما. شكرا، مع السلامة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.